مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم امراه فاضله. ولان رسائلكم وتساؤلاتكم بتهمنا، وخصوصا اللي بتمس صحه اولادنا واللي بيكون فيها لبس او عدم درايه اذا كان مرض من عدمه، النهارده خصصنا حلقتين هنبتديها معاكم من النهارده، هنجاوب فيها على كل اسئلتكم وايميلاتكم. بس خلونا نروح لفاصل صغير ونرجع نبتدي حلقتنا، خليكم معانا. مشاهدينا، ورجعت لكم مرة تانية، وحابة في بداية حلقتنا أرحب بضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني، دكتورة نادية نظير، استشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي. منورانا دكتورة نادية. اهلا استاذه ماجده. دكتورة نادية، جات لنا شوية تساؤلات وكان يهمنا جدا ان طبعا حد يكون متخصص يرد عليها. في كتير قوي من الامهات بتقلق من بعض التصرفات او بعض الاعراض لاولادها، لكن هي مش قادره تحدد اذا كان ده مرض من عدمه. فمن بعض الاعراض اللي الامهات بتشتكي منها ان مثلا يتقال ان الولد وقع في المدرسه، وبعض المدرسات مثلا قاعد يقولوا ان هم فقد الوعي لبعض دقائق، وبعدها بيسالوه ايه اللي حصل فبيبقى مش متذكر. في اعراض تانية بتشتكي منها، وابن بيكتب الهوم ورك بتاعه بتلاقي ايده نزلت لبعض ثواني كده ومفيش عدم تحكم وفقد الوعي لبعض الثواني. فهل دي ممكن تكون اعراض تخليها تشوف دكتور، ولا بتكون حصلت لمره واحده ودي ما تقلقهاش خالص؟ طبعا هي لازم تاخد بالها، خصوصا اذا تكررت اكتر من مره. اما لو وصلت 3 مرات يبقى اكيد لازم دكتور يتدخل او نعرضه على دكتور. طبعا في اعراض تانية زي اللي حضرتك قلتي عليها، يعني زي مثلا واحد وهو قاعد كده يحملق في الفضاء كده شويه كده، يسرح، وحتى تيجي مامته حتى هو لو بيبي تيجي مامته تشيله هو برضو سرحان كده، تيجي تغير اتجاهه تهزه هو برضو نفس الحملقه دي، وايه مثبت نظره في الفراغ. وممكن بعد يعني احيانا يكون زائد او ناقص انه يبلل هدومه. ممكن تكون ماشيه وماسكاه وبعدين فجاه كده تلاقيه راح هبط منها في الارض، وبعدين ايه بيفقد الوعي، تروح شداه. مش قوي، اصل يعني الحالات دي ممكن يبقى فيها فقدان وعي بسيط جدا، او ولحظه، او فقدان وعي تام ويترمي في الارض ويتشنج كده ويتصلب اطرافه ويتشنج، تقول لي مش قادرين يعني نحركه ولا نعمل اي حاجه، متصلب جدا جدا وناشف، وكمان بقى اختلاجات كده، وبعد كده يقع في الارض. ده بقى بيبقى وعيه فقده تماما. وقد يبلل ثيابه، وقد طبعا يتجرح او كده لو في حمام سباحه، طبعا مشكله تانية. وبعد كده يعني بيتيقظ، يا اما يبقى في حاله ذهول، يا اما ينام نومه طويله، يا اما يبقى مصدع قوي. لكن في كل الاحوال دي هو بينسى تماما وما بيتذكرش اي حاجه من اللي حصل. ويجي يقولوا ايه ده، هو صحي لقى نفسه في اوضه الممرضه او الحكيمه بتاعه المدرسه، مش عارف ايه اللي جرى، بس لقى هدومه متبهدله متطينه مجروح، اذا كان يعني حصل في الشارع مثلا. اما اذا كان في المدرسه ولحقوه وخدوه نزلوه على مثلا حجره الممرضه. ممكن تيجي بشكل ايه، واحد قاعد كده وبعدين ايه زي ما يكون بياكل حاجه، يعني يمضغ كده حاجه كده وبرده متنح كده محملق كده في الفضاء ثواني. ففي ممكن تيجي بايه واحد يحس بحركه كده، حركه في صباعه لا اراديا، وبعدين تمشي في مارشيه معين، بيسموه ان لها مارشي، يعني لها خط سير، وبعدين تمشي لغايه لما تاخد مثلا كل الايه الذراع، وممكن تاخد بعد كده اجزاء تانية، وممكن تنتهي بنوبه يعني كامله وايه ويقع في الارض يغمى عليه. الحاجات دي كلها تقول للام ان ابنها دوت مثلا عنده ايه؟ بيبقى فيه اضطراب مؤقت في وظيفه المخ، اللي هو الناس بتقول عليه بالبلدي كده عنده كهرباء في المخ. كهرباء زياده، اللي هو الشائع فين هو يتقال ان هو كهرباء زياده مثلا. الشائع انه بيتعمل رسم مخ، بيبقى فيه في مكان معين او في كل الخطوط في نشاط زائد فعلا مؤقت. وطبعا هي النوبه يا بتاخد ثواني يا بتاخد دقائق، مش اكتر من كده. لو خدت اكتر من كده طبعا او تكررت كذا مره من غير، احنا نسينا نقول برضه بيبقى فيه زرقه في الشفاه، وبيبقى فيه الفم مليان لعاب مزبد احيانا ومتلبد
ملبد بشويه نقاط من الدم احيانا. النفس طبعا بيبقى تقريبا متوقف. كل دي برضو اعراض بتبقى موجوده. طبعا الام ساعات تيجي تقول ايه ده احنا قلنا خلاص، يعني ابتو ان هي بتبقى في رعب في هلع. أكيد طبعا. لكن هي بتبقى دقائق وبتاع. لو طولت بقى، لو طولت او اتكررت كتير من غير ما يرجع بين النوبه والنوبه للحاله الطبيعيه، لا هنا بقى لازم نستدعي الايه، الطبيب او الاسعاف. او لو اتجرح، او لو كان في حمام سباحه وفي مشكله تعرض لغرق، بالذات لو هو يعني كان بيعوم تحت الميه او كده. في الحاله دي لازم نستدعي الطبيب او عربيه الاسعاف. دكتوره نادية، لكن يعني مثلا زي ما قلنا في البدايه، الام اللي هي بتسال بتقول انا ابني حصل له دي مثلا مره في المدرسه، احنا مش هنقلق غير مثلا لو حضرتك بتقولي اتكررت مره او اتنين او ثلاثه، بعدها بنبدا نستشير طبيب. تمام كده؟ ايوه تمام. طبعا في امهات بيبقوا من الاول خالص قلقانين والوعي بيزيد، فيعني بتبادر ان هي، لكن اذا عدتها مره واثنين وثلاثه لا، يبقى كده خلاص بقى لازم، لان العلاج هياخد 3 سنوات. فيعني العلاج لو وانس بدأ هيستمر 3 ده لو سنوات. حاله ان هي اكتشفت ان ابنها عنده فعلا اتشخص لما الطبيب هيشخصه ان هو صرع. في الحاله دي هياخد العلاج 3 سنوات، سنتين متواصلتين من تاريخ اخر نوبه. من تاريخ اخر نوبه هتبقى سنتين، وفي السنه الثالثه يعني سنتين فري مفيش اي اعراض، نطمن كده، يبقى في السنه الثالثه هنسحب بالتدريج البطيء. طبعا يعني لازم اذا اتكلمنا على العلاج، فالعلاج هيكون مش هيفوت جرعه. عشان كده التشخيص لازم يكون مظبوط من الاول، لان احنا هنخش في علاج 3 سنوات. فلازم التشخيص يكون تمام. طب انا بس حابه قبل ما ندخل في العلاج دكتوره نادية، انا عايزه اعرف ده سببه ايه؟ هل ده مثلا لان في حد في الاسره مثلا فده نوع من الوراثه، ولا طب لغايه سن كام ممكن يجي للطفل مثلا، ولا يعني ممكن يجي في اي سن؟ فعايزين برضو نعرف النقط دي. بالظبط كده زي ما حضرتك قلتي، انه يعني اللي هو بيجي لاغلب هو الاكثر شيوعا، المرض العصبي الاكثر شيوعا في الاطفال. يعني اكثر الامراض العصبيه شيوعا هو الصرع. وهو 1% من السكان على فكره. يعني لو بلد فيها سكان 100 مليون، يبقى عندك مليون واحد عنده صرع. ده غير اللي ما بيتشخصوش او ما بيتعرفوش انه الناس بتعديها ان هو لحظه كده وخلاص، خطه نزل كده من على السطر وبعدين فاق، ما سمعش جزء من اللي اتقال في المدرسه وبعدين فاق. دي كل ده بيعدوها مش بتتشخص. الاسباب بقى، الاسباب تبدا من ايه؟ اصابات الولاده، يعني اثناء الولاده حصل اي مشكله قللت الاكسجين او اتخبط اثناء الولاده يعني فبيحصل اضطراب في وظائف المخ. يبقى اذا قل الاكسجين، او زي مثلا التفاف الحبل السري على يعني الحاجات كتيره بقى مش هندخل في تفاصيلها، او خبطه، او وقع كان في الدور الثاني من السرير وقع، او تيجي تقول لك ده كان بيبص من الشباك وقع. طب ما دي اطفالنا بيبقوا معرضين ليها كتير قوي هم صغيرين دكتور. ده في ناس بقى بتحط ايه الكنابيه تحت الشباك، فهو عشان يطلع على الكنابيه ويقع من تاني دور، تقول لك ده هنعمل ايه، طلع وقع عادي خالص يعني. مش طبعا لازم يعملوا احتياطات، يعني اما يحطوا حديد على الشباك، اما يشيلوا الكنابيه من تحت الشباك، او يبقى السرير وهو طفل كمان لازم يبقى له جوانب. او الحضانه لو هي حضانه مثلا يعني مستواه بسيط خالص، يبقى على الاقل يحطوا مرتبه على الارض، يبقى على الارض علشان ما يقعش، لان الوقعات دي حتى لو ساعتها عدت وقالوا ده خلاص ما عيط شويه وخلاص، لا دي بتسيب اثر فيما بعد. طبعا بيبقى في تجمعات دمويه، بيبقى في وات ايفر بقى موجود ايه. في كمان اسباب تانية اللي هي برضو في الاطفال، اللي هي يعني مشاكل التمثيل الغذائي زي الكيتوفينوريا وغيرها من الحاجات، زي اللي عنده حساسيه لبن مش عارفه ايه، كل الحاجات دي اللي هي يعني مشاكل في اضطرابات في التمثيل الغذائي. دي برضو حاجات من بتيجي للاطفال فتاثر برضو على المخ. ممكن يبقى في طفيليات متحوصله وموجوده في حته معينه من المخ. ممكن بقى مشاكل وعائيه زي النزيف والجلطه، ودي بتبقى في الكبار. لكن في الصغار ممكن يبقى في عيب خلقي في الاوعيه الدمويه، يعني زي كلكيعه كده. ودي مش بيكتشفوها يعني منذ الولاده، يعني قصدي زي ما حضرتك قلتي نقص الاكسجين اللي هو في بدايه الولاده ده، هل بيكتشف
يعني مثلا هو بيبقى في طبيب اصلا اطفال بيشخص الطفل اول ما بيتولد، هل دي مش بيكتشفوها؟ هو التشخيص بتاع الحالات اللي احنا ذكرناها من الامثله اللي ذكرناها ده الام اللي هتلاحظ التشنجات دي هتيجي فيما بعد. امم. آه، طبعا لو في ورم، وده اكتر تيجي في الكبار، وحتى النوبه بتاعه الورم بتبقى اطولها، تاخد اب تو 30 دقيقه. ممكن يبقى في ايه كمان، السكر، يعني مريض السكر لو هو خد انسولين كتير وما اكلش، حصل بقى نقص في الجلوكوز، مستوى السكر في الدم، ممكن تجيله برضو نوبات. يعني اذا النوبات ممكن التهاب سحاء التهابات. ممكن كان زمان في الزهري كان منتشر، وممكن كمان السل كان زمان منتشر. يعني عايزه اقول ان اي مرض تقريبا، اي اهانه للمخ بتسميها اهانه او انسلت للمخ ايا كانت، ممكن تسبب الصرع ولو بعد 10 سنوات من خبطه مثلا او حادثه سياره او بعد كده. المده الكبيره دي ممكن. على فكره ممكن ما يكونش يعني حصل كسر او ما حصلش في الجمجمه، حصل نزيف خارجي او ما حصلش. لكن كل ما كانت الاعراض اللي بعد الخبطه اطول، يعني مثلا قعد مغمى عليه مده طويله، او حصل له استفرغ او حاجات كده، ده يعني مؤشر مش حلو. لان في اغلب الحال الحمد لله ما حصلش حاجه، ويلا بقى يعني احنا بنفتكر ان الخبطات دي مش هتؤدي لحاجه فيما بعد، لا بتؤدي. لا ده احنا كده يعني انا حابه النهارده كمان ان احنا نكون بنعمل توعيه لكل الامهات، ان فعلا يعني حتى لو ابنها اتخبط وما حصلش زي ما حضرتك بتقولي للوهله الاولى اي اعراض او اي مشاكل، لكن يعني هي المفروض تعمل باكيت تشيك على ابنها وتشوف اذا كان فعلا ده اثر ولا لا، وخصوصا لو حصل الاعراض انت قلت لنا مثلا زي الاغماء. طبعا بنعمل اشعاعات واحداثها طبعا، او يعني الموجود دلوقتي الرنين المغناطيسي، بنعمل رسم مخ، بنعمل يعني بنعمل تحاليل، ممكن نقص الكالسيوم كمان، نقص الكالسيوم يعمل تشنجات، نقص سكر، يعني بنعمل حاجات كتير قوي علشان نوصل للتشخيص، لانه وانس وصلنا لتشخيص الصرع لازم هياخد العلاج لمدة 2 متواصلتين من غير ما جرعة تقع من تاريخ آخر نوبة. يعني لو جت نوبة تاني وسط 2 نبتدي 2 تاني، وبعد كده لما نطمن في السنة الثالثة نسحب بالتدريج البطيء، وإلا هيجيله تشنجات نتيجة ان احنا نقصنا الجرعة مرة واحدة. دكتورة نادية، في تساؤلات كتيرة من الأمهات وهي بتيجي يعني لما بيحصل أي نوع من الميكروب أو احتقان للابن مثلا في الزور أو كده، يعني حاجة مولية جدا لكل الأمهات هي السخونية، إن هي بتحس ارتفاع درجة الحرارة. فعايزة أقول يعني ساعات بعض الأمهات بتشتكي وتقول إن أثناء السخونية دي بيحصل نوع من التشنجات، فهل دي ليها علاقة برضو باللي احنا بنقوله ولا دي حاجة تانية؟ بالظبط زي ما حضرتك قلتي ان في حاجة اسمها تشنجات حرارية، بس دي يعني كلمة تشنجات حرارية لا تعني صرع، ودي بتتشخص قبل 5 سنوات من العمر مش بعد كده، ودي بتشخص لما يكون اول ما الحرارة نزلت راحت التشنجات، ولما يكون السبب مؤقت وقابل للعلاج وخلص الموضوع. فدي اسمها تشنجات حراريه. دي بتبقى يعني خاصه لما بيحصل ارتفاع في درجات الحراره. ايوه. طيب دكتوره ناديه، عايزه يعني اسال، طب الاطفال دي يعني هيفضل محكوم عليهم ان هم يفضلوا بقيه حياتهم كده ويمارسوا حياتهم ازاي؟ يعني هتبقى حياتهم شكلها ازاي؟ ولا هي يعني بس فتره العلاج اللي حضرتك قلت لنا عليها اللي هي مثلا بتبقى 2 يعني؟ 3. السؤال ده حلو قوي، لانه الاطفال دول ساعات اولا يعني بيعاملوا معامله مش حلوه في احيانا في بعض الاماكن ومدارس، انه يقولوا عليهم ده ده عنده كهرباء، او مثلا اولا ما فيش علاقه هو ده ابدا. يعني انا عايزه اقول ان دي حاجه لا تعيبه يعني، او خالص او مش مرض تخلف. يعني في بيبقى معاه تلميذ تاني عنده روماتيزم، عنده سكر في الاطفال، عنده اي حاجه تانية، كل ده ماشي، ما يبقاش عليه يعني مش ما هياش ستيجما او عيب. لكن اللي عنده كهرباء في المخ يفضلوا يعملوا له كده ويقولوا له عنده كهرباء في المخ، مع ان لا علاقه ابدا بين الصرع والجنون او بين الصرع والتخلف العقلي. يعني ما فيش علاقه، يعني ما ده حاجه ودي حاجه خالص، بالعكس بل ده ممكن يبقى ذكي جدا، وممكن على فكره يتفوق في ناس مشاهير كان عندهم صرع، زي مثلا اديسون مخترع المصباح الكهربي، وزي ارسطو الفيلسوف المعروف، وزي نوبل، وزي يوليوس قيصر، ويقال الاسكندر. يعني عايزه اقول انه المشاهير دول كان عندهم صرع، لكن يعني لدرجه انهم درسوا او قالوا طب ايه اسباب النجاح
عند الانسان اللي عنده صرع قالوا ان هو بيبقى حياته منظمه جدا وفي اشراف كويس عليه وبالمواعيد. وعلى فكره بالمناسبه دي لازم يكون النوم والدواء والاكل في مواعيد منتظمه. بالمناسبه دي كمان بيبقى عندهم اولويات في حياتهم، هتعمل كده حبيبي وبعدين كذا وبعدين كذا. الاولويات دي والنظام والاصرار والتحدي خلى بعضهم اصبح من المشاهير. عايزه اقول برضو انه كل حاجه لازم تكون بنظام. ليه؟ لانه لازم مستوى الدواء في الدم يكون ثابت. يعني ساعات تيجي واحده تقول لي ايه، انا بديله العلاج 3 مرات يا دكتور. امتى؟ تقول لي لما ياكل امتى؟ لما يجوع. طبعا الكلام ده ما ينفعش. هو احنا بنبقى زي العساكر او زي الدكاتره في النبطشيات بيسلموا بعض. يعني كل 8 ما نقول 3 مرات في اليوم، يعني كل 8 ساعات. واقول لها كده 8 4 12 او 7 3 11 او، ومش المفروض يبقى فيه او تاني لانه مش المفروض يسهر. يعني السهر والاجهاد والارهاق والمشي في الشمس والتعرض للجفاف، واحد يفقد سوائل وعرق وبتاع وما بيشربش، او الجلوكوز ليفل نزل، مستوى السكر نزل لانه ما فطرش وراح المدرسه من غير ما يفطر، ان شاء الله حتى ياخد كوبايه حاجه بسكر الصبح، يعني لبن مثلا الصبح. يعني مواعيد الاكل، مواعيد النوم، مواعيد العلاج لازم تكون فيري ستريكت ومنتظمه جدا جدا. بيبقى على فكره في اطفال من الحاجات الظريفه، يعني في اطفال اتعلموا الساعه، يقرا الساعه بسبب ان هو عنده صرع. ليه بقى يا ماما الساعه دي تبقى ايه دي؟ لما يبقى الساعه واقفه كده من فوق لتحت العقارب يبقى دي الساعه 6. يعني في تعلموا الساعه واحساسهم بالزمن وبالوقت زاد، وبالتالي المذاكره بقت مظبوطه والصلاه بقت مظبوطه وكل حاجه بقت مظبوطه، لان هو حياته وفي الاسره. وانا ساعات اقول لهم يعني لو اسره ما عندهاش ساعه على الحيطه اقول لهم لازم تشتروا ساعه كبيره، ودي رخيصه يعني، وتحط على الحيطه، ويعني يبقى في احساس بقى بالوقت والتقسيم الوقت. وتقول لي ما انا معايا موبايل مثلا ساعتها، لا اقول لها لا، لازم تكون ساعه على الحيطه عشان الكل يبقى متابع. لما يجي وقت الجرعه هياخدها مظبوط، وقت الاكل، وقت كل حاجه. وانا طبعا بشكرك لانك طمنتي كتير من الامهات اللي هي ممكن تكون بتقلق لما بتسمع التعبير ده. طبعا يعني هو مقلق جدا. فلما حضرتك النهارده وضحت ان هو عباره عن كهرباء في المخ، او هي يعني اضطراب مؤقت في مراكز المخ وليها علاج، وان كمان دي مش بتاثر على ذكائه، يعني زي ما حضرتك قلت لنا لا ما بتاثرش خالص ومالهاش علاقه بالذكاء بشرط انه ياخد العلاج. لا طبعا احنا العلاج اوكي موجود، بس انا قصدي فيما بعد مش هتاثر على مستوى ذكاء ابني لا ولا على استيعابه يعني خالص خالص، طالما كل حاجه متظبطه مفيش، بالعكس هيبقى انسان منظم جدا وانسان ناجح جدا ان شاء الله. طب دكتوره انت في برضو اسئله مهمه جدا بالنسبه بقى بعد كده تعاملات الطفل دوت مثلا مع حمام سباحه، تعاملاته مثلا مع فيما بعد مثلا لو هيركب مواصلات، لو عايز يشتغل بعد كده مثلا في مصنع وفي آلات وكده، فده برضو هيبقى مصيره ايه؟ مصيره كل خير، هو بس هيبقى فيه شويه اشراف. يعني مثلا لو في سباحه هيبقى لازم يبقى فيه منقذ موجود افيلابل، يعني في واحد موجود لو حصل انه جات له نوبه، لو حصل يعني تحت الميه او حاجه زي كده هيلحقه. يعني ما ينفعش بقى يعوم ومفيش مفيش مشرف، مفيش منقذ، ما ينفعش. لكن سباحه تحت الميه مرفوضه. تسلق، ركوب خيل مثلا اثناء العلاج، ولا ممكن بعد العلاج يتعامل بقى عادي؟ بعد ما يبقى اوكي خلاص وتعالج وكل حاجه كويسه هيعيش حياته طبيعيه، لكن فتره العلاج هي اللي ممنوع فيها. بالظبط كده. ولو ان يعني الاضطراب ده، مش هقول مرض، الاضطراب ده يعني بيختلف من واحد للتاني. يعني ما نقدرش نقول 100% ان ده مش هيرجع تاني. يعني ساعات بعد ما نوقف العلاج وكل حاجه تمام قد تحدث تاني بعض الاعراض. يعني عايزه اقول ما اقدرش اقول 100%، يعني خلاص لازم برضو يبقى في اشراف، في ناخد بالنا يعني ما نسيبوش كده بقى يتسلق الجبال ويسبح تحت الميه ويركب خيول مثلا. كمان حمل السلاح طبعا لو شغله فيها حمل سلاح لا. قياده السيارات، المصانع، المكن والحاجات ده هي. وان كان يعني في كتاب امريكي لذيذ قوي كان بيتكلم ازاي تعيش حلو قوي وانت عندك صرع. فبيقول لما تروح تقابل صاحب العمل ما تقولوش في الاول ان انا عندي حاجه، الا لما الاول تعرض الابيليتيز وامكانياتك وشهاداتك وهو يوافق عليها.
فبمنتهى الهدوء قول له ان انا احيانا بيجي لي كذا. ده بس هو على فكره بعد العلاج دلوقتي بتنتهي المظبوط الأعراض دي. ما يعني خلاص بتختفي النوبات طالما الجرعه مظبوطه والعلاج مظبوط بتختفي النوبات. لكن حتى لو النوبات دي بتيجي كل فتره مثلا فبيقول انا ساعات بيجي كده، لكن انا باخد العلاج ده والجرعه اهي وموجوده معايا. ولو حصل كده بعد كده يعني لو قبل في الوظيفه بيفهم زملائه لو حصل ان هو جات له النوبه يعملوا معاه ايه بعد ما يكون برضو كسب ودهم وحبهم. بيوصف يعني الكتاب ده بيقول لك ازاي تعيش سعيد جدا جدا وناجح جدا وانت عندك الصرع. هو على فكره المسمى ده لازم يتغير هو لانه طبعا هو لانه مسمى يعني قديم فعلا صعب. ومعناه على فكره معناه كان نتيجه جهل يعني. يعني جهل باسبابه وبرضه الناس كانت معذوره لان ما كانش حد بقى في رسم مخ ولا حد عارف حاجه. فهو يعني دلوقتي الدارج انه بيقولوا كهرباء. فيعني ممكن الانسان يبقى يعمل حاجات كتير قوي قوي ويتجوز واذا كانت في ميل ممكن تحمل وتلد وتربي ولادها وتعيش زي اي حد. دكتور هند، طب احنا حابين برضو قبل ما نختم حلقتنا النهارده نطمن كل مشاهدينا وكل الامهات اللي كانت بعتت برسائل وهي قلقانه من بعض الاعراض اللي حصلت لاولادها دي. عايزين نعرف يعني حضرتك شاركينا بحالات جات لك فعلا العياده والحالات استقرت بعد كده وبقت بتمشي حياتها طبيعيه جدا. في نوع بيبقى ايه تيجي الام تقول ايه ده هو بينزل يعني بينزل من الباص ينزل من الباص ويمشي كده شويه ويركب ممكن باص تاني وبعد عده دقائق يفوق ان هو رايح يعني مكان تاني فيرجع. يعني دي برضو واحده من الامثله اللي الناس بتحكيها. ساعات يجوا يقولوا ان هو يمسك كده زراير قميص المدرسه يفكه كده وبعدين يربطه تاني وهو سرحان كده. ممكن حد يجي هو نفسه بقى يشتكي يقول انا ساعات بشم ريحه غريبه كده لدقائق كده وتروح. برضو مع شويه لخبطه في الوعي. ساعات مره تلاميذ بياخدوا درس فقالوا ان الاستاذ بتاعهم هو لقاهم بيبصوا لبعض شويه يعني طب في ايه يا اولاد في ايه ومكسوفين يقولوا له في الاخر قالوا له يعني حضرتك فجاه كده بتحملق في الفضاء وايه وكانك بتاكل حاجه. ساعات يجوا بقى يقولوا ده احنا بنحس بطعم غريب. ساعات يقولوا ان بنشوف زي العاب ناريه كده قدامنا يعني اضواء. ساعات يشوفوا الناس تصغر خالص كده لمده ايه دقائق او ثواني الصوره كلها تصغر كده. او ساعات يدخل مثلا مكان وكانه الناس اللي موجودين يعرفهم فيسلم عليهم وبعد كده بعد الدقائق دي يكتشف ان هو في محطه مترو مثلا الناس ما يعرفهمش. او العكس يدخل بيته ولعده دقائق يحس ان الناس دول غرب ما يعرفهمش وبعدين يفوق. كل دي على فكره بتبقى الكهرباء زياده في الفص الصدغي. يعني الفص ده بالذات بيعمل ما يسمى بالصرع النفسي حركي. دي برضو اشكال من الصرع اللي كتير قوي ما بتعدي وما بتتشخصش. فعلا ممكن تكون اعراض يعني متهيألي يعني حضرتك الاعراض الاولانيه اللي قلتيها مثلا الولد مثلا بيعمل زرايره هي ممكن الام تفتكر ان هو مثلا يعني بيهرج او مش مركز او بيلعب فممكن كمان تنتهروا وتعنفوا انت ليه بتعمل كده. كتير قوي حضرتك يعني دوستي على الجرح. ياما اطفال بيتضربوا كمان. زي مثلا انت مش واخد بالك هي بتشرح له حاجه هو جاله لحظات من دي النقطه المهمه جدا ان انتوا لو شفتوا اعراض وعشان كده حبيت حضرتك تحكي لنا اكتر من تصرف اكتر من عرض علشان احنا لو بنعتبرها تصرف عادي لا استوب يا جماعه لازم هنا نبدا نستشير طبيب. يعني هي ماشيه مثلا هو فجاه كده وهو ماشي معايا بسرعه وبالزحمه راح واقع منها كده هي تفتكر ان هو بقى يعني بتدلع ومش عارفه ايه وتروح لطشاه. لا طبعا يعني ممكن قوي يكون هو بيجي له فجائيا بيضيع منه القوه بتاعه العضلات فجائيا ولمده ثواني وبيقوم تاني. فكل ده لازم هو لا للعنف طبعا يعني لا للضرب يعني مش عايزه كلام ولازم في كل الاحوال نشوف ايه اللي بيحصل ده او نسال متخصص نسال حد بيفهم بيعرف الحاجه دي. دكتورة طبعا هو وقت حلقتنا خلص ان شاء الله هنكمل مع حضرتك ومع كل مشاهدينا في حلقه تانية الاسئله اللي جت لنا من بعض المشاهدين عن امراض او بعض التصرفات لاولادهم وبرده يعني شاكين اذا كان مرض من عدمه. فنهايه حلقتنا كل الشكر لحضرتك. ثانك يو. حبانا المشاهدين اسئلتكم لسه ما خلصتش هنكملها معاكم في حلقتنا اللي جايه. يا رب نكون النهارده قدرنا نقول اجابات شافيه ووافيه لكل اسئلتكم واشوفكم في حلقتنا اللي جايه.